السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة مدرسة نور. اليوم إن شاء الله سأعود إليكم بحلقة جديدة، وسنقوم بإذن الله بضبط جميع المصطلحات التي تعلمناها في حصة تحولات الأغذية خلال الأنبوب الهضمي. إذا تطرقنا إلى مصطلحات عديدة جديدة على التلميذ، وهذه المصطلحات لديها مرادفات كثيرة، فهنا ممكن التلميذ يعني درس في الحصة شيء، وممكن يجد في الكتب سواء الكتب الخارجية أو حتى الكتب المتعلقة يعني ببعض الدول الأخرى سيجد مصطلحات أخرى فتبدو له غريبة ولكنها لنفس المفهوم. فاليوم إن شاء الله سنحاول ضبط هذه المصطلحات، حتى ولو أنه هناك تلاميذ آخرون يتابعوننا خاصة من المغرب، نقدم لهم تحية كبيرة. فهنا قد يجدون بعض المرادفات الغريبة عنهم والتي لم يتطرقوا إليها، فبإذن الله سنضبط هذه المصطلحات. إذا أول مصطلح وهو النشاء. إذا أول مصطلح وهو النشاء. النشاء يدعى كذلك بالأميلوز. إذا النشاء يدعى كذلك بالأميلوز، ومن الأميلوز جاءت كلمة الأميلاز، وهو الإنزيم الخاص بالنشاء. فهنا لدينا الأميلاز اللعابي. فهنا لازم نركز الأميلاز اللعابي وليس الأميلاز البنكرياسي. إذا الأميلاز اللعابي يدعى كذلك بالبيتيالين. ويسمى كذلك باللعابين. يسمى اللعابين، ويدعى كذلك بالنشواز. النشواز من النشاء. فهنا هذه هي 4 مرادفات كلها لمصطلح لمعنى واحد، وهو إنزيم الأميلاز اللعابي. يدعى بالبيتيالين، يسمى كذلك اللعابين، ويسمى كذلك بالنشواز. بعد ذلك ننتقل إلى شيء آخر وهو البروتياز. إذا البروتياز يدعى كذلك بالهضمين. البروتياز يدعى بالهضمين، ونحن تطرقنا إلى 3 أنواع من البروتياز. إذا 3 أنواع من البروتياز. عندنا بروتياز 1، بروتياز 2، والبروتياز 3. البروتياز 1 وهو البروتياز المعدي الذي يحول جزء من البروتين إلى سلاسل بيبتيدية. إذا هذا البروتياز يدعى البيبسين. إذا هذا البروتياز يدعى بالبيبسين. بعد ذلك لدينا الإنزيم الثاني أو إنزيم البروتياز 2، يسمى كذلك إنزيم البروتياز البنكرياسي. إذا يسمى بإنزيم البروتياز البنكرياسي. إذا هذا لديه مرادف آخر وهو التريبسين. إذا التريبسين. بعد ذلك لدينا إنزيم البروتياز 3. إذا هذا إنزيم البروتياز 3 هو إنزيم البروتياز المعوي الذي تفرزه غدد جدار المعي الدقيق. إذا هذا الإنزيم يدعى بالإريبسين. إذا يدعى بالإريبسين. هذه المصطلحات ممكن نصادفها في الكتب القديمة أو حتى في الكتب الخارجية الجديدة. إذا هنا دائما حسب المؤلف وطريقة دراسته، فهنا يستعمل مصطلحات عديدة. إذا نحاول دائما ضبط هذه المصطلحات. بعد ذلك لدينا البيبتونات. ما هي البيبتونات؟ إذا هي البيبتونات هي عديد البيبتيد أو سلسلة البيبتيدية الواحدة. إذا لدينا سلسلة بيبتيدية. ما هي السلسلة البيبتيدية؟ هي مجموعة من الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعضها البعض بروابط كيميائية. إذا سلسلة بيبتيدية نسميها عديد بيبتيد.
إذا نسميها عديد بيبتيد، نسميها البيبتونات. إذا نسميها البيبتونات ونسميها الهضمونات، ونسميها الهضمونات. إذا البروتياز هو الهضمين، والسلاسل البيبتيدية والسلسلة البيبتيدية الواحدة هي الهضمونات. إذا هذا بالنسبة لعديد البيبتيد أو السلسلة البيبتيدية. بعد ذلك لدينا إنزيم آخر وهو إنزيم الليباز. إذا هذا إنزيم الليباز يسمى بالسابوناز. إذا يسمى بالسابوناز، والسابوناز هذا لدينا الليباز البنكرياسي والليباز المعوي، كلاهما لديه نفس الدور. إذا كلاهما لديه نفس الدور. بعد ذلك لدينا الصفراء. الصفراء أو السائل الصفراوي. الصفراء أو السائل الصفراوي، هذه الصفراء تكون بدون إنزيم، يعني لا تحتوي على إنزيمات، بدون، هي مادة فعالة بحد ذاتها. ماذا تفعل؟ تحول الدسم إلى مستحلب. نقول مستحلب أو قطيرات دهنية. قطيرات دهنية. إذا تحول الدسم إلى مستحلب أو قطيرات دهنية. هل هذه هي وظيفة فقط الصفراء؟ يعني وظيفة واحدة وهي تحويل الدسم إلى مستحلب؟ لا، إذا لديها وظيفة أخرى وهي قتل الجراثيم. قتل الجراثيم، فهنا تمنع الجراثيم من العيش في المعي الدقيق، وفي نفس الوقت تعدل حموضة المعدة. تعدل حموضة المعدة. ما معنى ذلك؟ احنا المعدة نعرف أنها حامضية، فهنا الكيموس الذي يكون في المعدة ويدفع نحو المعي الدقيق سيدفع بكل السوائل الموجودة معه، يعني بالإنزيمات الحامضية الموجودة في المعدة والمادة الحامضة الموجودة في المعدة. فهنا هذا الكيموس حتى ينتقل إلى المعي الدقيق يكون حامضي. الكيموس تقريبا يحتوي على مواد حامضية. لماذا؟ لأن المعدة تمتاز بالحموضة، والمعي الدقيق يجب أن يكون فيه pH قاعدي. pH قاعدي، وإحنا قلنا بالنسبة لهذا الموضوع تاع pH من 0 حتى 7، ومن 7 حتى 14. إذا من 0 حتى تقريبا 6 هذا كامل حامضي، وعند هذا المكان هذا يكون معتدل، أو هذا الجزء يكون معتدل، وهنا قاعدي. فهنا لاحظوا معي المعدة تكون حامضية والمعي الدقيق يكون قاعدي. إذا من يحول هذه الحموضة إلى pH قاعدي؟ وهو الصفراء. إذا الصفراء هي التي تعدل هذه الحموضة. إذا هنا الصفراء تعدل هذه الحموضة. بعد ذلك لدينا مصطلح آخر وهو المعتكلة. نقسم هنا السبورة. إذا لدينا، ما هي المعتكلة؟ المعتكلة هي نفسها البنكرياس. إذا هي نفسها البنكرياس. فهنا ممكن البروتياز البنكرياسي نقولوا بروتياز المعتكلي، ولا الليباز البنكرياسي نقولوا الليباز المعتكلي. فهنا هذا المعتكلة هي البنكرياس. بعد ذلك لدينا مصطلح آخر وهو العفج. ما هو العفج؟ العفج يسمى كذلك بالاثنى عشر. يعني هذه كلها مصطلحات جديدة. وما هو الاثنى عشر؟
هو نفسه المعي أو الجزء الأول، عفوا الجزء الأول من المعي الدقيق، أو نقول الثلث الأول من المعي الدقيق. إذن هذا كلها يدل، العفج كلها تدل على العفج. إذن هذه هي المصطلحات التي تطرقنا إليها في حصة تحولات الأغذية في الأنبوب الهضمي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. نلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.